جددوا في الغدا وجربوا صينية البطاطس مع الشاورما والتومية. بجد الأكلة دي اختراع وأكلة سهلة وسريعة جدا ومتاخدش معاكي ولا وقت ولا مجهود ولا تتعبي فيها، وغدا متكامل كله كده في صينية واحدة. وهنعمل مع بعض كمان التومية في الفيديو، وهيطلع مع التومية هتطلع معاكي أحلى من بره بكتير، وكل اللي هيدوق منك الأكلة دي هيدمنها، وانت كمان هتدمنيها من بعد ما هتعمليها وتجربيها. ولو أول مرة بقى بتشوفي قناتي أنا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واعملي شير كمان. ويلا بينا نبتدي. اول حاجه هنا معانا نص كيلو من صدور البانيه. هنا معانا ربع كوب من الزبادي، هنضيف عليها كده معلقه كبيره من الكاتشب، عصره ليمونه، معلقه كبيره من دبس الرمان، وهنا كده فصين توم مفرومين. هنا بقى من التوابل نص معلقه من كل حاجه: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كزبره، زنجبيل، فلفل اسود، معلقه كبيره من توابل الفراخ او توابل الشاورما، ومعلقه صغيره من الملح. وهنقلب كل المكونات دي كده مع بعضها ونسيبها كده الفراخ تاخد من طعم التتبيله في التلاجة نص ساعه. هنا هنعمل التوميه: نص كوب حليب، نص كوب ميه، 2 معلقه كبيره ممسوحه من النشا. هقلبهم على البارد وبعد كده هاخدها على النار وبالتقليب كده المستمر عشان ما تعملش معانا اي تكتلات لحد ما تتقل كده وتديكي لون شفاف. هسيبها بقى تبرد، وبعد ما كده بقت جاهزه معانا خلاص هنسيبها بقى تبرد. وهجيب الكبه او الخلاط وهنزل كده اللي احنا الخليط اللي احنا عملناه ده، هنحط بقى عليها حبة لبن وحبة مية. هنا 2 معلقة كبيرة من الزبادي، وهنضيف هنا هو خل، وضفنا هنا كمان 2 معلقة كبيرة من المايونيز. هنا نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر، وفصين من الثوم، وضفنا خل كمان. هنا هنبتدي بقى نضرب كل المكونات دي كده مع بعض، وكده بقت التومية بتاعتنا جاهزة زي ما انتوا شايفين كده شكلها، والقوام بتاعها في منتهى الجمال. هركنها بقى وهنبتدي نعمل مع بعض دلوقتي شاورمة الفراخ. هنا في طاسة على النار فيها مكعب من الزبدة وحبة من الزيت يسخنوا. نزلت عليهم كده ببصل شرايح هقلبه تقلبتين، وحد كده ما قبل ما يدبل كده شوية هنزل بقى بالشاورما بتاعتنا وهديها كده تقليبة وافردها، وهسيبها بقى لحد ما هتستوي معانا زي ما انتوا شايفينها كده وجمالها. هنا بقى في صينيه كده زي ما انتوا شايفين انا كده كنت قاليه بطاطس مكعبات كده صغيره، ضفتها في الصينيه وفردتها، وهنزل كده بالشاورما بتاعتنا شاورمه الفراخ وهفردها كده على البطاطس. وبعد كده هنجيب التوميه قبل ما استعملها كده هديها تقليبه، وهنزل عليها كده من على الوش من فوق الشاورما والبطاطس. وبعد كده هنضيف بقى جبنه موتزاريلا من على الوش كده. بقت الصينيه جاهزه معانا، هنبتدي بقى ندخلها كده الفرن. طبعا بتبقي مشغله الشوايه بس هتاخد اللون بقى الجميل ده، وهنطلعها من الفرن. ايه رايكم؟ هنتي بس بتحطيها تحت الشوايه بس. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ في منتهى الجمال، والطعم بتاعها خطير وما اخدتش معاكي ولا وقت ولا حاجه. هتعمليها بقى في السندوتشات، لازم تجربوها وقولوا